لو بتشتري شقة ومش لاقي نظام أقساط مناسبة ليك، استنى ما تزعلش، حلك هنا. هما كلمتين وبس: التمويل العقاري. بس في الأول، أنا أحمد عامر وده علم الجيب. ببساطة، التمويل العقاري نفس فكرة القرض، ولكن المبلغ بيدفع في وحدة سكنية، وبتوصل مدة التقسيط لحد 20 سنة، ومبلغ تمويل ممكن يوصل لحد 5 مليون جنيه. طب مواصفات الوحدة اللي أنا هشتريها إيه؟ هقولك عليها، بس الأول لازم تعرف إيه الشروط علشان تقدم على قرض تمويل عقاري. أول حاجة، لازم دخلك ما يقلش عن 3000 جنيه، وقيمة القسط اللي أنت هتدفعه لا تتجاوز 40% من مرتبك. الحد الأقصى لسداد كامل القرض لما توصل 65 سنة، بشرط إنك ما تكونش خرجت على المعاش. وكمان هتحتاج ايصال مرافق حديث للشقه اللي انت مقيم فيها حاليا، بس ما يكونش عدى عليه اكتر من شهرين، ومعاهم مفردات مرتبك وصوره من بطاقتك وخطاب تعهد بتحويل المرتب. طب ايه شروط الوحده او العقار نفسه؟ اول حاجه ان يكون في عقد او سند ملكيه للشقه اللي انت حابب تشتريها، ومعاه التراخيص بتاعتها، وشهاده للضرائب العقاريه للوحده، واللي تفيد ان الضريبه العقاريه مسدده بالكامل، واي مستند تاني البنك بيطلبه، لان ده بيختلف من بنك للتاني ومن عميل للتاني. ده بالنسبه لاصحاب الدخل الثابت. الوضع بيختلف بالنسبه لاصحاب المهن الحره. هنا بتقل مده التمويل لحد 15 سنه بس. لو حد خد شقه تمويل عقاري قريب، يا ريت يقول لنا في الكومنتس.